أعزائي المشاهدين، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم، وأهلا وسهلا بكم في حديثنا لهذا اليوم عن زيف نتائج الانتخابات العراقية. قبل ذي بدء علينا أن نعلم أنه الجانب الدقيق والنزيه في ضبط أصوات الناخبين هو عبر الفرز اليدوي، غير ذلك عرضة إلى الاختراق، أي استخدام أنظمة الحاسوب بين قوسين الكمبيوتر عرضة للاختراق، لا سيما إذا عثروا على الشفرة السرية وكيفية الدخول. وجدنا أنه لو نتذكر الانتخابات عندما فاز فيها بايدن على ترامب، أنه وجدوا على سبيل الذكر ويست فيرجينيا، ولاية ويست فيرجينيا، كان هناك آلاف كثيرة من الأصوات اتضح فيما بعد هؤلاء موتى، ولكن استطاعوا الدخول على هذه الشفرة ونقلها من تلك الدائرة إلى دائرة الانتخاب ووضعوها. طبعا تم الكشف ومحيت تلك الأصوات، ولكن هذا يدل على أنه طالما هنالك نظام فرز غير يدوي تحت إشراف بصري ومباشر فهو عرضة إلى الاختراق. ما جرى في العراق أنه نعم قالوا البصمة أصبحت عبر العين وليس بصمة عبر اليد، ولكن أيضا عرضة. تقول مفوضية الانتخابات عن النتائج النهائية أنه 56%، أي وحشدت أيضا مليون مراقب وعلاوة على نصف مليون وكيل عن الكتل، إضافة على مئات من المراقبين الدوليين. ولكن لو دققنا، نعم يأتي المواطن، نعم ينظر وتتم البصمة عبر النظر عبر العين، ولكن في نهاية الأمر هنالك شيء اسمه آلية التخطي. هؤلاء الذين وضعوا النظام إلى الانتخاب هم وحدهم يعلمون عبر هذه الآلية، آلية التخطي، يستطيعون أن يتلاعبوا في الأصوات بعد انتهاء التصويت. وإلا كيف نحن نتكلم وفق الاستدلال المنطقي وفق التحليل العقلي، كيف نستشف؟ لأن هذه المفوضية كجهة رسمية تقول النسبة 56%، أي أكثر من الدورة السابقة بحدود 10%، في حين الدورة السابقة كان العدد أقل بكثير. إضافة إلى أنه على سبيل المثال العاصمة بغداد وهي الأثقل والأكبر، هنالك مدن فارغة ومراكز الانتخاب فارغة مثل الكاظمية، الأعظمية، زيونة وغيرها، وبالصوت والصورة تم التصويت أنه فقط الحراس جالسون، لا يوجد أي شيء، علاوة على أيضا مدينة الصدر وغيرها. هنالك مناطق مأهولة بالسكان ولا سيما في العاصمة وهي فارغة. طيب هنالك على 56 مليون، يعني هنالك أكثر من 12 مليون ناخب عراقي، أي الضخ الإعلامي سوف يرى هنالك ملايين كثيرة من العراقيين اتجهت إلى مراكز الانتخاب، ولكن على أرض الواقع لا يوجد هكذا أمر. إذن ستتم الآلية وتستمر هذه العملية السياسية، ويستمر الضحك على الذقون، ويستمر المواطن العراقي هو الذي يدفع الثمن. وأيضا مع الجانب الأمريكي سنرى أنه وفق ما سربوا من أخبار أنه لا يعترفون بحكومة فيها ميليشيات، والميليشيات قد كسبت بعض الأصوات، لأن اللعبة الإيرانية تجزئة الموالون لها عبر عدة واجهات، وبعد انتهاء الانتخاب والتلاعب عبر آلية التي ذكرناها، آلية التخطي، تقوم بتجمع تلك الأجزاء لتشكل كتلة رئيسية، ومن ثم تعمل لصالح إيران لا إلى صالح العراق.
هؤلاء من هادي العامري إلى قيس الخزعلي إلى غيره قد فازوا ولهم أصوات وسيكون لهم مقاعد داخل مجلس الشعب. كيف هل فعلا أن واشنطن سترفض هذه النتائج وهي ليست غائبة عن ما يجري، بل هي التي تراعي وتحافظ على هذه العملية السياسية منذ غزوها إلى العراق أم لا؟ قادم الأيام وعن قريب سنعرف أنه نعم أم لا. ولكن أشار في لقاء محمد الشياع السوداني أنه قال في الشهر القادم سيعقد مؤتمر تحت اسم استثمر في أمريكا، وقال سوف أحشد 50 مليارديرا عراقيا، طبعا جلهم من الميليشيات، لأنه يقول عبر هذا المخطط يدخلون هؤلاء الملياردير سوف يجدون أنه الجانب السياسي والاقتصادي له استثمار ومستقبلية أكثر من السلاح، وسوف يتم التخلي عن السلاح. هذا هو الحل الوحيد وفق ما قال في المقابلة. طبعا لم يسأل ولا أحد يسأل أنه هؤلاء 50 مليارديرا عراقيا جلهم ميليشيات من أين أتوا بهذه الأموال الطائلة، هذه الأموال المهولة وهي قوت الشعب وهي أموال الشعب وهي من خيرات الوطن، أخذوها كيف يشتركون؟ ربما أمريكا في نهاية الأمر هي رأسمالية وتفضل مصالحها الخاصة، وهؤلاء سينقلون بأموالهم إلى داخل الولايات المتحدة الأمريكية، ربما توافق ربما لا. قادم الأيام سوف تتوضح الصورة، لكن ما يهمنا الآن أنه هذه العملية السياسية وهذا التصويت هو زيف وضحك على الشعب العراقي، ولا يمكن قبول هكذا نتائج، لأنه على أرض الواقع نحن لا نمتلك وثيقة لكي نتكلم، ولكن نمتلك العقل والمنطق لكي ننظر الواقع ونحلل. المفوضية تقول حشدت 1,000,000 مراقب ونصف مليون من وكلاء التكتلات على مئات المراقبين دوليين، والنسبة 56%. طيب يعني يوجد أكثر من 12 مليون ناخب عراقي. هنالك كما قلت مدن كثيرة فارغة، الإعلام لم يركز على تلك المناطق الفارغة ولم يركز على أماكن كثيرة فقط المراقبون والحراس جالسون في مراكز الانتخاب، لا يوجد ناخبين. حتى أنه كل شيء موثق عبر الصوت والصورة ونشرت على شبكات التواصل الاجتماعي، أنه يدعون الناس أن تذهب إلى التصويت ولم يذهبوا ولم يحضروا. فإذا كيف أصبحت هذه النتيجة؟ أنه أكثر بالضبط 56.1. كيف أتت؟ لولا التلاعب عبر هذه الآلية، آلية التخطي، لكي يضحكون على المواطن. طبعا الشعب العراقي ليس لذلك السذاجة ولا تنطلي عليه هذه الأمور، ولكن كما هو معلوم هنالك ضغوطات خارجية وهنالك قمع لكل من يجاب هذه الحقائق. أنا شخصيا لو داخل العراق أو قرب العراق أيضا تم تهديدي، لأنه لا يرضون أي فرد يكشف عن هذه الحقائق. العراق إلى أين يسير عبر هذه خدعة الديمقراطية؟ العراق سيبقى على هذا الوضع طالما الكثير لا يريد أن يضحي بأي نسبة وبأي طريقة التضحية، لأن هكذا يتم سرقة الوطن عبر هذه الخدعة وعبر هذه اللعبة المزيفة، وتتم في السنوات الأربعة القادمة أيضا في خنق المواطن العراقي، لأنه هذا هو الهدف الرئيسي، سواء كان من الصهيونية العالمية أو من العواصم الغربية وبعض العواصم العربية. تريد العراق أن يبقى ضعيفا مريضا خارج الميزان الشرق الأوسط، ميزان المعادلة. هكذا هو مرسوم على العراق. وفي العراق بلا أدنى شك أصلاء وشرفاء، ومنهم من ضحوا ومنهم على استعداد التضحية، ولكن الثمن باهظ، وسيبقى يستمر العراق على هذا الوضع يدفع ثمنا باهظا، ولكن لن تستمر فرض هذا السلبيات على إرادة الشعب. آجلا أم عاجلا سوف تعاد. هنالك ثورات جرت
في ال 23 سنة الماضية، وسوف أيضا الشعب العراقي لن يرضى بهكذا أمر. الشرفاء والمخلصين لا يمكن السكوت على هذا الأمر، وربما يحدث شيء، ولكن أيضا هنالك من يعمل على هذا الاتجاه، يعني الذين يرفضون هذه العملية السياسية ويحاولون أن يجعلون أرضية تمة ما بين الضغط والقمع بقبول هكذا نتائج. لنا حلقة أخرى في هذا الأمر نتكلم، ونلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.